تعالوا نعمل الدقة أو هريسة الشطة زي ما انتوا شايفين كده بطريقة سهلة ومكونات بسيطة. هتنفعنا في كل حاجة، تقدري تدخليها في كل الأكلات. تقدري تعملي بيها بتنجان، تقدري تعملي بيها السمك، تقدري تعملي تحطي منها على البامية، على حاجات كتير جدا هتمشي معاكي. أنا هنا زي ما انتوا شايفين كده معايا حوالي نص كيلو من الفلفل الأحمر، وممكن الأخضر لو مش متوفر الأحمر. خلاص. كان عندي شوية توم كده زي ما انتوا شايفين، بدأوا ان هم يطلعوا الزرع الأخضر بتاعهم ده. خفت عليهم لا يبوظوا، قلت اما اقشرهم واعمل بيهم ده. عندي شوية ليمون محترمين كده، حوالي نص كيلو من الليمون مقشراه بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. دي كده كل المكونات اللي احنا هنستخدمها. اول حاجه بعملها هي اني بغسل الفلفل، ونلبس جلافز او نخلي بالنا كويس جدا، لانه بيبقى حامي وممكن يعمل لنا التهابات لا قدر الله. فانا بلبس جلافز كده وبحاول على قد ما اقدر ان هو ما يلمسنيش خالص. تمام. بقطعه زي ما انتوا شايفين كده، بقى بقطعه حلقات صغيره عشان تقدر تمشي في الكبه او في الخلاط. هنعمله النهارده بطريقتين، واحده في الكبه وواحده في الخلاط، عشان اللي ما عندوش كبه يقدر يعملها في الخلاط عادي. الليمون زي ما انتوا شايفين كده برضو بقسمه اتنين، بس بسهل على الكبه مش اكتر. خلاص. والثوم زي ما انتوا شايفين انا مقشره كميه حلوه كده، يجي مثلا نقول عشرة من الراس الثوم كده مثلا. مقشراهم ومجهزاهم في طبق وغسلاهم زي ما انتوا شايفين كده. خلاص كده انا حطيت الفلفل وعليه الليمون، واحط كمان عليه الثوم زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده هقلب كله مع بعض، ونبدأ بقى ان احنا نفرمه في الكبة زي ما هوريكم دلوقتي. عايزه اقول لكم ان هي فعلا مهمه ومفيده جدا جدا، وانا بستخدمها فعلا في حاجات كتير جدا. اولا دقه السمك دي اساسيه لازم بحط منها. تاني حاجه البتنجان المخلل، البتنجان المقلي، الفلفل المقلي برضو. زي ما قلت لكم الباميه، باخد منها معلقه عليها برضو. بتمشي مع اي حاجه اللي هي بتاخد توم وفلفل، بتبقى كويسه جدا. بحطها في التلاجة في برطمانات لو قعدت بالشهور، او في الفريزر ولا بيحصل لها اي حاجه خالص. فكل ما الاقي نفسي فاضيه، او الاقي الحاجات دي متوفره عندي، او تكون مثلا قربت خلاص جايباها بقالي فتره وخلاص هتبوظ ولا حاجه، قبل ما تبوظ بلحقها وبعمل بيها الدقه دي وبحطها في الفريزر او في التلاجة. احط مثلا نصها في الفريزر ونصها في التلاجة، لما بخلص اللي في التلاجة بطلع اللي في الفريزر تاني. بنعمها بقى زي ما انتوا شايفين كده بالشكل اللي انا هوريه لكم دلوقتي ده. ده كده المستوى المطلوب للدقه بتاعتنا. خلاص كده، دي كده اول واحده انا جربتها معاكم، هوريها لكم دلوقتي واوريكم الطريقه اللي في الخلاط هنعمل ايه برضو. عشان الخلاط لو حطينا ده كده فيه على طول هيبوظ الخلاط. فالخلاط لازم بنضيف عليها شويه من الميه. لو لا قدر الله انتوا حطيتوها من غير ما تضيفوا شويه من الميه، ممكن الخلاط بتاعكم يتحرق. فخلي بالكم من الحته دي، ان انتوا لازم لما تيجوا تضربوها تزودوا بس شويه ميه صغيرين خالص، ان هم يدوب بس يمشوا الخلاط مش اكتر. ده كده عشان لو حد ما عندوش الكبة يقدر يعملها في الخلاط. خلاص. هضيف بقى دلوقتي كمان شوية من المية زي ما قلت لكم، شايفين شوية صغيرين خالص حوالي ربع كوباية بس. وهبدأ ان انا اضرب فيها، شايفين هي ما بتمشيش اهي. بفضل بقى ان انا اهز الخلاط كده يمين وشمال واحرك اللي فيه عشان تبدأ تضرب معايا. وبفضل اشغل وافصل اشغل وافصل، لان لو سبته شغال مرة واحدة كده مش هيضرب، وهلاقي ان الموتور بتاعي بدأ يطلع ريحة شياط. شايفين هي بتمشي بصعوبة شوية، بس أنا مش عايزة أزود المية عشان أنا مش عايزاها تبقى صيصة قوي أو تبقى فيها مية كتير. بفضل كده أفصل وأشغل واحدة واحدة كده لحد ما يمشي كله، وبعدين يتفرم معايا كله بالشكل اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. مفيش مشكلة برضو لو فتحنا الخلاط كده واديناها تقليبة. طبعا ما نعرفش نعمل الحركة دي والخلاط شغال، لأن ممكن لا قدر الله السكينة بتاعة الخلاط بتاعتنا تتكسر أو الشفشق نفسه يتكسر لو احنا حطينا معلقة وهو شغال. فبفصل الخلاط كده وببدأ ان انا احرك اللي جواه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين ما شاء الله نتيجة الضرب بتاعتها حلوة جدا، وبتاخد كمية كمان اكبر من الكبة. بس زي ما قلت لكم بنحتاج ان احنا نزود شوية مية صغيرين خالص، وزي ما انتوا شايفين اهو انا عشان حاطة ربع كوباية من المية مش باين ان هي فيها مية اصلا، لان الكمية كانت كبيرة. هي يا دوب بس انا كنت بمشي الخلاط مش اكتر من كده. هفضي بقى الكمية بتاعتي دي كلها على بعض واقلبهم كويس. وبعد كده هضيف عليهم الملح. انا بضيف عليها ملح بس، مش هضيف عليها اي توابل تانية، عشان مش كل الاكلات بتحتاج نفس التوابل زي بعض. فانا بخليها بالملح فقط.
وما باكترش الملح قوي برضو عشان ما تبقاش حادقة. والحاجات اللي بتحتاج ملح زيادة زي دقة السمك مثلا بزود ملح وكمون وكزبرة والحاجات التانية بتاعتها. مثلا البتنجان بحط برضو التوابل بتاعته، باخد شوية من الدقة دي وبحط التوابل بتاعتها. مثلا البامية مش محتاجة التوابل دي كلها، فباخد شوية صغيرين من الدقة وبضيف بقى التوابل بتاعة البامية. فكل حاجة بيبقى ليها توابل مختلفة عن التانية، عشان كده أنا بحط الملح بس، لأن الملح هيحفظها، دي حاجة والحاجة التانية الملح موجود في كل الأكلات عادي. ده كده النتيجة بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين هي كلها كلها ضرب واحد، سوري. وبعد كده بقى هفضيها في برطمانات، احط واحد في التلاجة للاستخدام اليومي، وواحد تاني الازاز طبعا هيتحط في التلاجة عشان ما يفرقعش لو اتحط في الفريزر. وهجيب واحد كمان بلاستيك واحطه في الفريزر، اعبيه واحطه في الفريزر. ده كده اول واحد معايا اهو. ما تخافوش، ما بيبصش، ما بيعملش ريم، ما بيحمضش، ما بيعملش اي حاجة خالص. هو حافظ نفسه بنفسه. ده كده البرطمان التاني اللي انا هستخدمه، هحط فيه برضو الكمية الباقية واحطها في الفريزر لوقت ما احتاجها، وقت ما البرطمان التاني يخلص بطلعها. اتمنى تجربوا الطريقة وتعجبكم، ويا ريت بقى لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير. باي باي.